ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نعمل روتين تشجيعي، الروتينات اللي انتوا بتحبوها. هننضف مع بعض الصاله، وكمان هندخل على الاوض نغير الملايات ونركب كمان الستاير بتاعتنا التقيله بتاعت الشتاء. عايزاكي اول حاجه تعمليها تشغلي الغساله بتاعتك كل يوم، وقبل ما تبداي في النظافه يا ريت تشغلي الغساله بتاعتك اول حاجه، وبعدين هي تغسل مع نفسها واحنا نروح نشوف اللي ورانا. اول حاجة هعملها هروح اشوف الصالة بتاعتي المتبهدلة طبعا، عشان كان عندي عيد ميلاد امبارح بتاع بنتي الصغيرة. فطبعا الصالة متبهدلة على الاخر من الزينة اللي احنا كنا بنركبها. وكمان احنا بدأنا عيد الميلاد متأخر، عملنا عيد ميلاد صغنن كده، جبنا لها تورتاية وفرحناها. وعملناه كمان زي ما بقولكم متأخر، كانت الساعة 2 2:30. فطبعا يا دوب طفينا الشمعة ودخلنا نمنا على طول عشان خاطر المدرسة تاني يوم. فانا قلت اظبط طبعا تاني يوم الصالة واظبطها واشيل كل حاجة متبهدلة فيها. شايفين بقى؟ هنجيب كيس معانا كده وانتي بتنضفي وتبدأي نظافة، تجيبي طبعا المكنسة بتاعتك وتجيبي كيس فاضي عشان تلمي فيه الحاجة اللي انتي مش عايزاها. وكمان هنلم كل حاجة، وكمان هنكنس الصالة كنسة حلوة عشان تبقى نظيفة. ونركب كمان مفارش للشيلت اللي انا بنصحكم كل فيديو بنعمله مع بعض، بنصحكم ما تعملوش الشيلت ولا تغلطوا الغلطة بتاعتي. اهي بنتي اهي اللي كان عيد ميلادها امبارح بتسلم عليكم. بصوا، هنرجع تاني نقول ما تعملوش الشيلت زي ما بقول لكم، عشان خاطر هي متعبة خالص ومش مريحة، وكمان في النظافة بتاعتها متعبة جدا. لازم تشيليها كل فترة طبعا، وتنضفي تحتيها وتكنسي طبعا، وتوطي وترجعي تحطيها تاني. فبجد بجد متعبة، حتى الناس اللي بتيجي تقعد عليها ما كانتش بتريحها خالص. الصراحة انا عملتها، قلت ايه بدل ما اسيب الصالة فاضية، رحت عملت دي ما كانتش مكلفة، ورحت عملتها قلت ايه املى بيها الصالة. والحمد لله ربنا كرمني وهغيرها، وهتشوفوا مع بعض قريبا ان شاء الله. هنغير شكل الصالة دي خالص وهنعمل كنب. انا عاملة كنبة قبل كده حطها على جنب، فقلت اكمل بقية الطقم. فان شاء الله لما اجي افرش الكنب هوريهولكم ونفرشه مع بعض، وهوريكم الصالة بعد ما تتغير خالص. ونشيل طبعا الشيلة دي، مش هنرميها طبعا، وهنحطها في الاوض نوزعها كده، نشوف لها مكان كل واحدة تخش في اوضة. ونرجع نحط الكنب بتاعنا بعد ما يخلص بإذن الله. كده خلاص نضفنا الشيلات بتاعتنا وفرشنا المفارش، خلصناها وظبطنا كل حاجة في الأرض، شلناها طبعا عشان لما نيجي نكنس نبقى مرتاحين. تكنسي بقى الكنسة الحلوة بتاعتك، ويبقى كده خلصنا الصالة بتاعتنا. لا لسه كمان نسيت الكنبة اللي على الجنب، هنروح نعملها مع بعض. انا كمان كنت بكوي الستاير قبل ما اعلقها. طبعا الستاير لما بتتكوي بتبقى شكلها حلو خالص، قبل ما نعلقها لازم نكويها عشان تدي شكل في الأوضة حلو، لأن وهي مكرمشة طبعا مش هيبقى شكلها حلو خالص. عايزة توديهم برا تكويهم ماشي، كويهم في البيت براحتك، المهم متعلقيش الستاير مكرمشة خالص. طبعا انا كنت بكوي برضه الستاير بالليل، فدي كنت حطاها على الكنبة. ادي الكنبة بتاعتنا. انا هكمل باقي الطقم طبعا زي ما قلت لكم، واعمل باقي الصالة كنبة. الكنبة دي مش هي دي الكسوة بتاعتها طبعا، انا عامله لها كسوة مغطياها، طبعا بحميها من العيال ولما بيجوا يقعدوا عليها طبعا، وخصوصا بنتي الصغيرة دي بتبقى ماسكة اكل طبعا، وبتبقى دماغها ناشفة وما بترضاش تقعد في الارض ساعات، فبتقعد عليها وساعات بتاكل عليها طبعا. فانا ريحت دماغي ورحت عامله لها كسوة. ربنا يهديهم كده ويصلح حالهم يا رب. فانا غطيت طبعا الكنبة بتاعتي وكده انا مرتاحة، بس طبعا كل فترة بضطر اشيل الكسوة بتاعتها، عشان الصراحة بحب ايه اشوف منظر الكنبة اللي انا عاملاها. شايفين هي ما بتقعدش اصلا على حيلها، شايفين طول ما هي قاعدة تفضل تلف كده، تلف في الشقة كلها، وبيصعب عليها كمان تنام. بصوا خلاص. انا كده خلصت الصالة اهي وكنستها، طبعا طلعت حاجات كتير. خلاص كده نرجع الحاجة زي ما كانت، وتبقى الصالة بتاعتنا خلصت وزي الفل اهي. قعدت اخيرا. بصوا بقى انا كده خلصت الصالة بتاعتي ورجعتها زي ما كانت.
سبت لها طبعا البلالين تلعب بيها. كده الصالة بتاعتنا خلصت، يلا نخش على باقي الأوض بتاعتنا. ادي الأوضة الأولانية اللي احنا هنعملها، ما تتخضوش من منظرها. وادي الستاير اللي انا كويتها عشان اعلقها. انا في الشتاء بحب اعلق الستاير التقيلة دي بس، لكن في الصيف الصراحة بحط ستاير خفيفة كده وسهلة، لان زي ما انتوا عارفين الصيف بيحب الحاجة الخفيفة. وممكن كمان ما تفرشيش كمان سجاد، بنمسح كل يوم. لكن طبعا الشتاء طبعا بندفي الأوضة، بنحط الستارة طبعا بتفرق طبعا وبتدفيها، وبنحط سجاد طبعا عشان البلاط والساعة. كده خلاص انا هشيل الهدوم بتاعتي احطها طبعا في الدولاب. وكمان هلمع تلميعة خفيفة كده للكراسي، اي حاجة في الأوضة تلمعيها تلميعة خفيفة كده. وكمان هشيل السجادة او المشاية اللي انا حطاها في الارض خلاص صغيرة ما تنفعش، وهفرش مشايتين كبار. هغطي الأوضة على قد ما اقدر عشان البرد. وكده هكنس الأوضة خلاص كنسة حلوة عشان افرش على نظافة. تغيري بقى الملاية لما تيجوا تغيروا الملاية، انا بغير ملايتي كل اسبوع. لما تيجوا تغيروا الملايات بتاعتكم سيبوا المراتب تتهوى شوية وافتحوا عليها الشمس عشان يخش لها شمس وهواء. كده انا هركب الستاير بتاعتي التقيلة دي. طبعا الستاير لما بتيجي تركبيها في الأوضة او في اي حتة في الشقة بتدي شكل حلو خالص في الأوضة. هنزل طبعا الحاجة المتعلقة فوق دي عشان اربط بيها الستارة. وخلصنا، شايفين الجمال. طبعا الستارة بتدي شكل زي ما قلت لكم للأوضة. كمان هنفرش الملاية بتاعتنا. وكمان كده خلصنا الستاير بتاعتنا وخلصنا فرش الملاية. نطبق البطانية كده بتطبيقة حلوة كده يبقى شكلها حلو على السرير. ونرجع كل حاجة زي ما كانت عشان هنمسح الأوضة كمان، أو هنلمعها تلميعة خفيفة. بصوا بقى، انا هطبق البطانية بشكل حلو كده تدي اكنك بترسميها كده على السرير، يبقى شكلها جميل جدا على السرير بتاعنا. تعمليها مثلث كده بتدي شكل، اي شكل اعمليه بيبقى شكله حلو طبعا وهي متروقة على السرير. كده خلصنا السرير بتاعنا وعلقنا الستاير بتاعتنا. نروح نلمع تلميعة خفيفة قبل ما نفرش المشايات بتاعتنا. طبعا هنحط شوية سترس في المية او اي حاجة انت عايزاها، ولمعي تلميعة خفيفة كده وافرشي سجادك على نظافة. كده خلاص اهو خلصنا الأوضة بتاعتنا وفرشناها كمان. اديكي شايفين جمال الأوضة بعد ما خلصت، عشان تشجعي كده وتقومي تفرشي سجادك وستايرك وتخلصي اللي وراكي. كده خلاص الأوضة بتاعتنا هسيبكم تشوفوها وتشوفوا الجمال بعد النظافة. وكمان هندخل على أوضة تاني. احنا كده خلصنا الصالة بتاعتنا وخلصنا أول أوضة. نخش على أوضة البنات وهنعمل فيها شوية تغييرات بسيطة هيخلي شكلها حلو خالص. هنشوف مع بعض دلوقتي. وكمان هنركب ستاير للأوضة بتاعتنا. شايفين كده الأوضة جميلة ازاي. كده خلصناها وخلصت خالص. نخش على الأوضة اللي بعديها، يلا بينا. اهي الأوضة بقى بتاعت البنات، انا هغير فيها تغيير بسيط كده. طبعا احنا بنحب نغير كل فترة كده وبحاجات مش مكلفة. شايفين كده انا شايلة طبعا الحفا وشلت الملايات. وبصوا اول حاجة هظبطها اللي انا عاملاها تسريحة دي او انا مسميها تسريحة. هشتري لها طبعا جلاد كده بسيط خالص ومش غالي، وهيدي شكل حلو خالص وهيغير شكل الأوضة معانا. هنفضي طبعا الحاجة الأول عشان نعمل التسريحة بتاعتنا على نظافة. بصوا بقى، أنا جبت الجلاد ده كان ب25 جنيه، كانوا 5 متر. هيظبطولي طبعا اللي انتوا شايفينها دي التسريحة، وكمان هيتبقى منها شوية هنعمل بيها الترابيزة. انا طبعا مش هعمل من فوق لان انا زي ما قلت لكم قبل كده انا هعمل من فوق ضرفة، هشيل الرخامة دي بعد كده وهعملها ازاز. شايفين بقى، بتجيبي كده وتظبطي المقاس اللي انت عايزاه وتقصي وكمان تروحي لازقاه. سهل خالص فاعمله مش صعب. وكده انت غيرتي شكل الأوضة عندك وتكاليف بسيطة خالص، مش مكلف. وكمان لما بنيجي نشيله مش هيبقى صعب، لان انا جربته قبليها جيت اشيله كده لقيته سهل. فكده مش هيبقى متعب بعد كده ولا هيبوظ لك الخشب اصلا بتاعك. شايفين ادي اول ضرفة. طبعا احنا بنشيل الاوكر اللي موجودة قبل ما نركب الجلاد بتاعنا.
طبعا انا هنا نسيت اشيل الظرف، نسيت اشيل الاكرة بتاعتنا اهي. هشيلها، هفتكر دلوقتي وهشيلها وانا شغالة. بصي انتي بتدوسي عليه بس كده، ويا دوب بتروحي سحبة الورقة من تحت، شايفين؟ طبعا نقي الشكل اللي انتي عايزاه. انا شايفة الشكل ده بناتي شوية، فقلت اشتريه واغير بيه شكل الأوضة. شايفين الجمال بتاعها؟ هيبقى شكله حلو خالص خالص. هي اصلا بدأ شكلها يبان. طبعا هعمل الجناب كلها، لان ال5 متر كانوا كتار اصلا. شايفين بقى؟ وهعمل الجنب ده والجنب التاني، واي حتة باينة فيه طبعا هنعملها مع بعض. وكده خلصت الأوضة قصدي غيرت شكل الأوضة بتاعتك، وبتكاليف بسيطة خالص. طبعا اي حاجة بتغيريها في الأوضة بيغير شكل الأوضة خالص. شايفين؟ كده احنا هنعمل بردي ناخد المقاس بتاعنا ونقص زي ما احنا عايزين ونركبها. سهلة خالص ومش محتاجة اي حاجة، مش محتاجة شغل كتير قصدي. شايفين؟ بس كده. ونرجع طبعا الدرج بتاعنا، ونرجع الأكرة اللي احنا فكناها، ونبقى كده عملنا التسريحة بتاعتنا وغيرنا شكلنا او خليناها تسريحة. غيرنا شكلها ازاي؟ شايفين؟ هنرجع بقى نفرش المفرش ونرجع الحاجة بتاعتنا عليها زي ما كانت. وكمان هروح الترابيزة كمان هفضيها والزق عليها لزق، لان اتبقى منه كمان، فانا قلت اعمل الترابيزة بالمرة اغير شكلها بدل ما افرش عليها مفرش. الطبق بتاعنا ده احنا بنجيبه واحنا بننضف عشان بنحط فيه الحاجة بتاعتنا زي ما احنا متعودين. هفضي الترابيزة دي خالص عشان ألزق كمان اللزق بتاعها. اللزق كف على القد بالظبط، ظبط لي الترابيزة وظبط التسريحة اللي احنا عملناها. كده هلزق طبعا هيبقى سهل بردي. شايفين كده؟ وخلصنا الترابيزة بتاعتنا، ونرجع الكتب زي ما كانت ومدي شكل جميل جدا للترابيزة. شايفين؟ طبعا بعد ما طلعنا الجلاد الورق، طبعا هنلم طبعا الحاجات في الكيس زي ما احنا متعودين بنمسك كيس معانا واحنا بننضف الأوضة. وتكون سكنسة حلوة كده. السجادة دي اللي احنا كنا غسلينها مع بعض قبل كده طبعا نضيفة وزي الفل. يا دوب هنشيلها ننفضها ونمسح مسحة حلوة كده، هلمع تلميعة خفيفة وارجع افرش الستاير بتاعتي والسجاد. كده خلاص هنروح نفرش الستارة بتاعتنا التقيلة. طبعا الستارة بتدي شكل للأوضة حلو خالص. كده احنا خلاص خلصنا الستارة. نروح كمان نفرش الملايات بتاعتنا ونطلع لهم البطاطين. انا كنت مطلعه لهم اللحفة، ودلوقتي خلاص الدنيا بردت، نشيلنا اللحفة بتاعتنا وطلعنا البطاطين عشان البرد. كده خلاص خلصنا الملايات، وهنفرش الملاية التانية بتاعة السرير التاني. لكن انا عندي سرير بدورين، السرير اللي فوق انا ما بفرشوش بردي معاهم على طول، او مش كل اسبوع بغيرها لان محدش بينام عليها فوق. بغيرها كل فترة كده عشان بس احس انها طربت اروح شايلاها وطبعا مغيراها تاني. لكن السراير اللي تحت عشان بيستعملوها بغير الملايات بتاعتي كل اسبوع. كده هطبق البطاطين بتاعتي. خلاص كده البطاطين دي غسلناها مع بعض. شايفين منورة ازاي وجميلة؟ طبعا ريحتها حلوة لان احنا بنغسلها على طول ونستعملها على طول، مش بنغسلها ونشيلها. انا بحب اغسل البطاطين بتاعتي واستعملها على طول. كده خلاص خلصنا الملايات وفرشنا الستاير بتاعتنا، ونفرش السجادة بتاعتنا وتبقى الأوضة كده خلصت. هوريكم الأوضة بعد ما خلصت. شايفين بقى الجمال؟ ادي التسريحة واللي احنا مسمينها تسريحة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ غيرت شكل الأوضة خالص، ادت شكل حلو. طبعا اللون جميل. شايفين الجمال؟ لا عملت روح كده للأوضة. وانا بحب الصراحة اغير كل فترة في الأوضة. اذا كان اغير مثلا السرير اجيبه الناحية دي، اغير الأوضة، بحس ان التغيير كده بيفرق طبعا في الأوضة. وادي الترابيزة اللي احنا عملناها مع بعض بردي. كل فترة كده غيري، والتغييرات بسيطة والتكاليف بسيطة، مش لازم تغيري كده والتكاليف تبقى جامدة. وادي الستارة بتاعتنا خلصناها، وكمان الملايات اتفرشت وبقيت الأوضة زي الفل. لو انتي وراكي حاجة بعد ما تخلصي الفيديو ده، قومي شوفي اللي وراكي وخلصيه وتشجعي كده واعملي اللي عليكي. ادي السرير اللي فوق اللي بقولكوا عليه، انا ما غيرتش الملاية بتاعته لان محدش بينام عليه. يا دوب بس نفضته وظبطت الدباديب من فوق. وكده تبقى الأوضة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده خلصت. شايفين الجمال بقى؟
خلصنا الأوضة واستعدينا للشتا. كده الفيديو بتاعنا خلص، متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا باي.